رجعنا ليكم مرة تانية على هواء الشرق الأوسط، حقائق مدهشة عن فوائد القبلات في حياتنا ما بين الأصدقاء والإخوة والأهل والأقارب. تعرفنا على اتيكيت التقبيل ما بين الصديقات والأصدقاء من خبيرة الاتيكيت رحاب المحمدي، والآن نتكلم عن الجوانب الطبية وتأثير القبلة السلبي والإيجابي في حياتنا. معنا دكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية. دكتور مجدي، أهلا بيك معنا على هواء الشرق الأوسط. أهلا بيك يا السادة المستمعين. 6 يوليو الأمم المتحدة قررت إن هو يكون اليوم العالمي للتقبيل. تحب تقول إيه لكل المصريين، لكل الأمهات والأبناء على هواء الشرق الأوسط النهاردة؟ هو طبعا احنا ما عندناش مانع من التقبيل بشكل عام بين أفراد الأسرة وبين الأصدقاء، ولكن برضه احنا بنحذر احيانا من القبولات لانها بتنقل بعض الامراض. يبقى في امراض كثيره جدا، ممكن امراض الانفلونزا، امراض البرد، امراض الهربس، في امراض كثيره جدا ممكن تتنقل عن طريق امراض اللثه، عن طريق القبولات، فبرضه احنا مش عايزين نتمادى فيها قوي. وانا شخصيا انا مثلا في البيت انا بقبل راس اولادي، بقبل جبهه اولادي كده، هو يعني مش هنتمادى قوي في القبولات بشكل عام. في غير القبولات احنا عايزين بس برضه ننشر الثقافه دي في المجتمع، اللي هي ثقافه الاحتضان داخل الاسره واللمس باللمس. يبقى لمس الجلد، لمس الجلد ده مفيد جدا. لمس الجلد ده بيخلي ممكن يطلع عندي حوالي 5 هرمونات للنمو، واحنا كلنا عايزين ننمو حتى واحنا كبار واحنا عواجيز. هرمونات النمو او تكون موجوده في جسمنا بيبقى ادائنا العقلي افضل، بيبقى احنا بعيد عن الزهايمر، تبقى مناعتنا افضل. يبقى احنا اما بنلمس بعض، الناس اللي هم ذوي الثقه اللي احنا بنثق فيهم، في حد قابلتني في الشارع، اما بنلمس بعض بنشعر ان احنا بننتمي لبعض، بنشعر ان احنا نسيج واحد، بنشعر ان احنا اقرب، وده بيخليني استرخي نفسيا، وده بيخليني اصل مناعيا، وبيخليني اشعر ان انا مطلوب وان انا محبوب وان انا ليا عزوه وان انا مش لوحدي. حلو. هل الطفل بالفعل اللي امه وابوه واسرته بتطبطب عليه او بتحنوا عليه بيبقى ذكاؤه اقوى، ثقته بنفسه اعلى؟ شوف بقى اللي هيسمعوني دلوقتي في جزء كبير انا استخدمت ده في مصر، ان احنا استخدمنا اللمس لعلاج الامراض المستعصيه. كان عندنا اطفال متاخرين في اللغه، كان عندنا اطفال عندهم اوتيزم، كان عندنا اطفال عندهم بيحاولوا يقولوا عليهم عندهم تاخر او تخلف عقلي. استخدمنا اللمس لان في بعض الحالات زي حالات الاوتيزم مثلا بيبقى عندهم نقص في هرمون حاجه اسمها الاكسيتوسين قليل، التوحد، هرمون العناق اللي بيخلي الام تحب الام ترضعه، اللي بيخلي في تعلق بين الام واولادها بيزيد عندنا اما نحضن بعض. اما بتمشي في الشارع وتلاقي ماشيه او مثلا خرفان ماشيه مع بعض، قطيع من الاغنام ماشيين مع بعض، بيبقى عندهم الهرمون ده اللي بيخليهم يتلموا مع بعض بجنب بعض. الهرمون ده فعلا اما بنولده عند الناس خلاص محرومين منه اللي هم الاطفال وبعض الامراض بيبقى عندهم قليل، فعلا بيزود عندهم المناعه، بيزود عندهم القدره على القراءه وتقبل اللغه والاختلاط مع الاخرين والبعد عن الانزواء، فمفيد جدا. عشان كده احنا شخصيا بيجيني امراض كثيره جدا بتبقى صعبه، هو خد كل العلاج وخد كل، عنده اكتئاب صعبه جدا ما بتخفش، عنده حساسيه صعبه جدا، طب ولا ما تزود الحضن، واحيانا بوصف 200 دقيقه حضن في اليوم للطفل. يعني وكثير مرضى بيسمعونا دلوقتي من المرضى وجربوا ونفعوا، وعندنا حالات رهيبه جدا تحسنت 99% بعد اسبوع واحد بس في الحضن اللي استخدمناه الام مع الطفل. بعض الامهات خدوا اجازه عشان تقول لي اوفر ساعات الحضن للطفل، بطلب حوالي 40 جلسه والجلسه فيها 5 دقائق. احضن ابنك يا بنتي، خلي الجلد على الجلد من الخد او الدراع على الرقبه لو سمحتي. دكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية. بعض من المرضى اللي واحنا بنزورهم ممنوع تقبلهم، يعني القبلة ممنوع وتبقى وممكن في الوقت ده تكون قاتلة. يا ترى مين المرضى اللي ممنوع ان احنا نقبلهم حتى تعبيرا عن امتناننا او شكرنا او حبنا ليهم؟ انا شخصيا مع الناس الكبار يعني حتى ما فيش قبلات، انا بحضر الكتف على كده، الكتف على الكتف من بعيد. ليه بقى؟ لان في احيانا وقت اوقات الانفلونزا الناس اللي هي عندها عمليات قلب مفتوح واللي عامله عمليات في المستشفيات ممنوعه، ودول يبقى عندهم نقص مناعه، وحتى الناس السمان يبقى عندهم نقص مناعه الانفلونزا الاوبئه. فبنقول لو سمحتوا خف شويه من القبلات. يا ريت ان احنا ممكن نستعيد عن القبلات بالاحضان، ممكن نستعيد عن القبلات ان احنا عينينا نفسها تبقى البسمه على وجهي والعين المبتسمه دي بتبقى افضل من القبله، وبتخلي الناس تشعر انها فعلا انها مطلوبه ومحبوبه. نعم، كل الشكر والتحيه لدكتور مجدي بدران، استشاري المناعه والحساسيه. شكرا ليك يا فندم. النهارده اليوم العالمي